بحيث ان محدش يعرفني، فدي فرصتي عشان اتكلم عن الفيلم واقول رايي فيه بكل صراحه، وده هيخليني اقول لك يا مساء الجمال يا حبيب اخوك عامل ايه. انا نرد افلام، والنهارده جاي ريفيو فيلم 7 دوجز بدون حرق طبعا، وجاي اجاوب على اهم سؤال: هل الفيلم ده يستاهل يتشاف فعلا ولا اوفر ريتد؟ وطبعا التقييم هيكون في اخر الحلقه. وخلينا نبدا عشان عندي كلام كتير قوي عايز اقول. قصه الفيلم بدون حرق بتحكي عن منظمه اجراميه مكونه من 7 افراد واسمهم 7 دوجز، واللي منهم غالي. والمنظمه دي بتروج لمخدر اسمه ليدي بينك، وعلى الناحيه التانيه الانتربول بيطارد اعضاء المنظمه دي. وبعد القبض على غالي بيعملوا معاه ديل ان هو يوصلهم لباقي اعضاء المنظمه، والضابط المسؤول عن المهمه هو خالد. فيا ترى هيعملوها ازاي؟ في رحله ابطالنا لمطارده المنظمه هيروحوا كذا بلد: الصين والهند وامريكا والسعوديه، وده هيخلق تنوع كبير في الاماكن اللي هيحصل فيها الاكشن وازاي هيحصل. بس في الحقيقه بقى الفيلم كله اتصور في استوديوهات الحصن في السعوديه، وعلى قد ما الاستوديوهات دي معموله باحترافيه عاليه، على قد ما باين انها استوديوهات. وفي لقطات كتير في الفيلم مش هتحس انها واقعيه، بس يمكن الاخراج الكويس للفيلم غطى على الموضوع ده شويتين. وقبل ما اكلمك على الاكشن خليني اقول لك ان الفيلم مليان ممثلين عالميين. يعني عندنا اكتر 2 ممثلين شعبيه في الوطن العربي اللي هم احمد عز وكريم عبد العزيز، وعندنا طبعا مونيكا بيلوتشي وجيان كارلو اسبوسيتو، والراجل ده ما اسمهوش جوستافو فرينج الله يستركم يعني، وسلمان خان موجود، وماكس هوانج. والميكس ده هيخلي عندنا ناس بتتكلم كذا لغه، يعني احنا عندنا هندي وعربي وانجليزي، بس الفيلم فيه ترجمه عادي. ويمكن اكتر 2 ممثلين عملوا اداء تمثيلي محترم هم كريم عبد العزيز وجيان كارلو اسبوزيتو، وده مش ضعف من باقي الممثلين، هو ضعف في كتابه الفيلم. ودلوقتي خلينا اكلمك عن كتابه الفيلم. صاحب فكره الفيلم هو المستشار تركي آل شيخ، واللي كتب السيناريو والحوار واللي طور الفكره هو محمد الدباح. الدباح نفسه بقى مش قوي على مستوى الكتابه، وده اثبته هو شخصيا لما قال في انترفيو: انا جالي تعديلات من مونيكا بيلوتشي ومن جوستافو فرينج. وايوه هو قال في الانترفيو صراحه جوستافو فرينج، وجاله تعديلات من سيد رجب حتى. فانت قادر تتخيل هو كان كاتب ايه؟ في افلام اكشن زي اخر 580 فيلم لجيسون ستيثم اللي عملهم ما بيبقاش فيه عمق شخصيات، احنا جايين نشوف اكشن فور اكشن، عكس افلام اكشن تانية بيكون فيها عمق للشخصيات ودوافع مفصلة لكل شخصية زي سلسلة جون ويك. طب حيث ان فيلم 7 دوجز بيعمل اكشن فور اكشن وعمق الشخصيات ما يلزمناش ولا عايزينه، فهل فيلم 7 دوجز عوضنا باكشن قوي؟ والاجابة هي الفيلم عوضنا بسيكونسز كتيرة من الاكشن. الفيلم من اول لحظة وهو بادئ بالاكشن عشان يخطفك، وزي ما قلت لك احداث الفيلم بتحصل في كذا بلد، كل بلد منهم سيكونسز الاكشن كانت بتتصور بطريقه مختلفه عن اللي قبليها، وكل سيكونسز الاكشن اتعملت بطريقه حلوه ومبهره بصريا وعجبتني فعلا، واستخدم فيها اسلحه متنوعه، ما عدا سيكونس واحد هو اكتر سيكونس ما عجبنيش في الفيلم، وهو سيكونس الاكشن بتاع الهند. برغم انه متصور بكاميرا 360 ده خلى عيني مش قادره تتابع الحركه اللي بتحصل. هو قد يعجب ناس كتير، بس بالنسبه لي ده كان سيء. فقطعا الاكشن غطى على الكتابه، والفيلم كمان بيديك اكشن بسبب وبدون سبب، يعني لا الطلق بيخلص ولا السلاح بيخلص ولا الناس بتخلص. فلو عند لحظه ما كده وانت بتشوف الفيلم ابتديت تتساءل وتقول طب مش كفايه بقى؟ ما تقلقش، ده سؤال طبيعي ولازم هيجيلك، وده هيودينا للانفجار الكبير، وده تقريبا اكتر حاجه روج لها الفيلم. والانفجار ده من ضخامته دخل موسوعه جينيس كاكبر انفجار في تاريخ السينما، وحتى هتلاقيهم حاطين اللوجو على البوستر بتاع الفيلم. طب عشان نقارن صح بقى لازم نعرف ايه الانفجار اللي قبله اللي كان ماسك الريكورد ده لمده 11 سنه كاملين كاكبر انفجار في تاريخ السينما، ولازم نعرف هل الانفجار في الفيلم القديم صاحب الريكورد او في فيلم 7 دوجز كان ليهم لازمه ولا استعراض فارغ. المهم ان الفيلم اللي قبل 7 دوجز كان فيلم سبيكتر بتاع جيمس بوند اللي اتعمل سنه 2015. في سبيكتر جيمس بوند كان بقاله 3 اجزاء حياته عماله تتدمر بسبب عدو خفي، وفي الجزء بتاع سبيكتر بيظهر العدو ده وبنعرف هو مين. والشخص اللي كان بيدمر حياه جيمس بوند ده كان عامل المقر بتاعه في نص الصحراء في المغرب عند جبل اسمه المدور. فجيمس بوند اخد حبيبته وراحوا له، وبعد شويه اكشن وهم بيهربوا من المكان فجروا له المكان كله. فكان ده تفجير لشخص
يحس باهميه وخطوره سبيكتر بكم المصايب اللي هو عملها في الثلاث اجزاء اللي قبليها. في فيلم 7 دوجز بقى الانفجار ده هو الفينالي بتاع الفيلم، ولما تيجي تتساءل هو الانفجار ده اتعمل ليه، هتلاقي ان الاجابه الوحيده هي ان احنا نقدر نعمل الانفجار ده، انما فعليا هو ملهوش سبب قوي. حتى لو الفيلم ضمنيا اداني اسباب فلا انا مش مقتنع. بس لو جنبنا عقلنا شويه وجايين نتفرج على الفيلم على انه فيلم اكشن وخلاص وجايين ننبسط، فبصراحه الانفجار اتعمل حلو قوي. من الحاجات برضو اللي عجبتني في الفيلم هو تنوع الالوان، وده ادى لتنوع بصري كبير، وكمان الجرافيكس والرسم في الفيلم كان حلو واداني فايبس كده سوسايد سكواد، وكمان السي جي اي عجبتني وما كنتش متخيل انها تكون بالجوده دي. فعلى المستوى البصري الفيلم ده عالمي، وفيلم فيه كميه الاكشن دي ما كانش ينفع من غير مزيكا ملحميه، واللي عامل مزيكه الفيلم هو لورين بافلي، ويعتبر تلميذ هانز زيمر ومشهور بمزيكته الملحميه، وده كان باين في الفيلم لان المزيكا في الفيلم هي فعليا هتدخلك في مود الاكشن. والراجل ده عمل مزيكا لاعمال كتير مشهوره زي ميشن امبوسيبل فول اوت وديد ريكونينج الجزء الاول وذا كراون وحاجات تانية كتير. انا مش هحرق لك حاجه، بس واضح ان محمد الدباح وهو بيكتب نهايه الفيلم كان مطبق على فيلم جاستس ليج سنايدر كات ونهايه ليكس لوثر، عشان وانا بتفرج على فيلم 7 دوجز وجا مشهد النهايه قلت الله مش ده ليكس لوثر بتاعنا. من الحاجات برضو اللي غير مفهومه في الفيلم الخط الدرامي بتاع احمد عز وهنا الزاهد، انا حقيقي معرفش ايه لازمته وليه عملناه. الفيلم فيه كوميديا برضو، يعني بتاع 4-5 مشاهد يضحكوا كده، لان فيه طبعا كونتراست بين شخصيه الضابط وشخصيه المجرم. الفيلم من انتاج هيئه الترفيه السعوديه وموسم الرياض وبرعايه تركي انشيه، وده واضح من الصرف على الفيلم لان المستوى ده من الافلام اول مره يتعمل في الوطن العربي، وابطال الفيلم دول صعب تجمعهم في قعدة عشاء على رأي أحمد عز، وتصرف للفيلم ميزانية مفتوحة للدعاية والإعلان عنه. عشان كده آخر كام يوم كل ما كنت أفتح أي سوشيال ميديا بلاتفورم ألاقي إعلان عن الفيلم. يا راجل ده أنا كان ناقص ألاقيه في لينكد إن. وعشان النجوم الكتير والصرف ده في الدعاية فمتوقع إن إيرادات الفيلم ده تكون تاريخية. اسم الفيلم 7 دوجز ومبني على لوحة ال7 كلاب. فإيه قصة اللوحة دي؟ خليني أقولها لك باختصار. في أول ال1900 في رسام أمريكي اسمه كاسيوس كوليتش اتعاقدت معاه شركة عشان يرسم لهم لوحات تروج لشركة سيجار، فرسم 16 لوحة، بس كان أشهرهم 9 لوحات فيهم كلاب بتلعب بوكر. اللوحة بقى اللي مستند عليها الفيلم وفيها ال7 كلاب اسمها أفريند النيل، واللي فيها كلب بيساعد صاحبه عشان يخدع كل الكلاب اللي على الترابيزه، وبيديله ورقه الايس من تحت الترابيزه عشان يساعده يكسب. وده حرفيا قصه فيلمنا اللي فيها غالي بيساعد خالد عشان يخدع باقي الكلاب. واخيرا نوصل للتقييم، وتقييمي لفيلم 7 دوجز هو 6/10، وده على سكيل الافلام العالميه. اما على سكيل الافلام العربيه فهو قطعا يستاهل 8/10. الفيلم هو تجربة جديدة على الوطن العربي واتعملت باحترافية عالية، بس لو عايز تستمتع بيه بصله على انه فيلم اكشن بس وما تشغلش دماغك، وينصح برضو ان انت تشوفه في السينما. اما لو عايز تستنى وتشوفه في البيت فبراحتك يعني، وده بجد بقى اللي يصنف كفيلم عيد. واخيرا ده كان رأيي الشخصي زي كل مرة، وشكرا على المشاهدة يا حبيب اخوك، كل سنة وانت طيب، سلام عليكم. قفل يلا.